جمع أكثر من 400 عالم دين وأكثر من 20 طالب حافظين للقرآن الكريم وقام بقتلهم أمام الجميع. مجزرة كب أو مجزرة الساطور اللي حصلت في دولة تشاد في سنة 1917 اللي قام بها الاستعمار الفرنسي. في القرن ال19 اتعرضت تشاد للاستعمار الفرنسي، وفي 23 أكتوبر سنة 1917 في قائد اسمه مارشال فاد السوق بتاع أبش، وأثناء ما كان قاعد في السوق تم قتله بالجقدي. يعني احنا ما عايزين نقول الاسماء دي عشان التيك توك ما يقوم يحذف الفيديو، تمام؟ وفي 15 نوفمبر سنة 1917 القائد جيرار قال شنو؟ نجمع العلماء بتاعين الدين الإسلامي اللي موجودين في تشاد بأي حجة؟ بحجة إنه نحن عايزين نقعد نتفاكر في الشؤون بتاعت الدولة وكيف نقدر نديرها مع بعض. طبعا اجتمع ما يقارب 400 عالم دين إسلامي عشان ينظروا كيف إنه يقدروا يديروا الدولة بتاعت تشاد. ولكن يا عزيزي المشاهد تعال أقول لك إنه كانت مكيدة بتاعت صيد وتم قتل فيها 400 عالم دين. هتفتكر إنه يكفى هنا؟ لا. وفي نفس الوقت تم اغتيال العقيد لدوكوم هو ومعاه 56 من رجاله. هتفتكر إنه يكفت هنا؟ لا. وتم قتل أكثر من 20 فقيه. يعني أنت فاهم معايا؟ أنا ما قاعد أقول لك إنسان عادي، تمام؟ علماء وفقهاء في الدين الإسلامي. ال20 ده يا عزيزي المشاهد لما تم قتلهم جمعوا رؤوسهم وخدتهم في صفوف. أنت قادر تتخيل معي؟ يعني بعد ما قتلوهم الرؤوس بتاعينهم شالوهم ووضعوهم في صفين. هتفتكر إنه يكفت هنا؟ لا، لأنه تم قتل أيضا يا عزيزي المشاهد شيخ المحاميد عبود، وكان معاه 40 من رجاله وأقاربه أثناء ما كان عايزين ينقلوه لمدينة أبشة عشان يقتلوه أساسا. تعال أقول لك إنه في اللحظة دي سرقوا وحرقوا القرى اللي كانت مجاورة له. هتقول لي الفرنسيين ناس عادلين من المفترض يعدلوا في الحاجة دي. تعال أقول لك إنه فريدريك اللي هو كان قائد أعلى من جيرار عمل شنو؟ هتفتكر إنه الدولة الله والدولة البرزق نزلوا من الجيش وبس، يعني ما في ثاني حاجة حصلت. ودي كانت مجزرة كب أو مجزرة الساطور اللي حصلت في تشاد في سنة 1917.